السلام عليكم ورحمة الله. توفى إلى رحمة الله المعلق الشهير ميمي الشربيني، الله يرحمه. كان من أحسن وأعظم المعلقين اللي كانوا موجودين، آخر المعلقين المحترمين والأساطير في التعليق الرياضي من ساعة ما بدأ التعليق في مصر. بيعلق الأستاذ محمد فارس على وفاة المعلق ميمي الشربيني وبيقول: وسقطت آخر ورقة في شجرة تراث وعبقرية التعليق الرياضي المصري. عارف يعني ايه تعتزل التعليق السنين دي كلها وتفضل على القمة حتى وانت ما بتعلقش؟ ميمي الشربيني فضل منذ اعتزاله التعليق لحد اللحظة دي على قمة التعليق الرياضي من غير ما حد يقدر انه يزاحمه على القمة دي. برغم ان في دلوقتي التعليق على مستوى الوطن العربي بقى فيه منافسة كبيرة جدا، لكن يفضل ميمي الشربيني واحد من القلائل اللي صوته وطريقة كلامه واللازمات بتاعته معلقة مع جيل سمع يعني ايه حاجة اسمها صاحب الكرافتات الشيك وقماشة تانية وعنقود مهارات وأمير مملكة الموهوبين، ودي قصة هدف. حاجات من الأساطير اللي كان بيقولها بصراحة ميمي الشربيني. عارف يعني ايه تفضل انت مقياس موهبة التعليق، واي معلق يظهر عنده حاجة مميزة يتقال ده فيه حتة من ميمي الشربيني، مع ان الحقيقة ان مفيش حد زي ميمي الشربيني اطلاقا. عارف يعني ايه معلق مستحيل المستمع يفكر وهو بيسمعه في الانتماء بتاعه؟ لان ميمي الشربيني كان بياخدك لعالم بتاعه، هو بيعزف فيه بتعليقه وكأنه على المسرح، وانت قاعد كل اللي تملكه انك تفضل تسقف بعد ما ينتهي من معزوف. مين ينسى لغة ميمي الشربيني الراقية والمتفردة؟ مين ينسى مصطلحات ميمي الشربيني وصوته الهادي، على عكس كل المعلقين اللي كانوا موجودين في الوقت ده؟ كان عندهم حماس ولكن بشكل مختلف. هو كان هادي وكان ممكن ياخدك في حتة تانية بحماسه، بس بشكل من نوع مميز خاص بيه هو. يقول لك: أشغال كروية شقة، مسرح العمليات، قماشة تانية يا ابني، اكسترا مهارات اكسترا، أمير مملكة الموهوبين. ويمكن دي قالها على حازم إمام. عنقود مهارات، أصحاب الكرافتات الشيك، ودي كان بيقولها دايما على المدربين اللي كانوا بيظهروا ببدلة وجرافطة أو بشكل شيك، ما بيتنرفزوش على الخط وهاديين. ميمي الشربيني كان سابق عصره في كل حاجة. تعليقه كان نموذج صعب يتكرر من الثقافة الكروية والمدرسة اللي اخترعها. هو مش شبه حد. هو انت سمعت ميمي الشربيني مرة، يبقى مفيش مرة هتسمع فيها معلق بيعلق لفريق مصري في ماتش قوي إلا وهتقول لنفسك: يا سلام لو ميمي الشربيني بيعلق. ومع كل لو هنفضل نقولها وإحنا بنفتكر، ميمي الشربيني هيفضل على القمة كأسطورة التعليق اللي مستحيل تتكرر. ربنا يرحمك يا ميمي يا شربيني. هتفضل علامة في تاريخ شعبية اللعبة دي في مصر منذ بدء التعليق فيها.